السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيثما ذي السماء من متجا من طحب الزاوم غال برنامج نوم ثفاوت وراون. الله سبحانه وتعالى ذا نخوفق باش نصاغ ثفاوين خوراون نصاغ ثفاوين ختم سرايين إذا خيت همان ذي الدين ختو ذات النخ. تخرصت النهار غيثما ذي السماء غادي السيور خرج الموضوع يتهم غمارة هو موضوع الإحسان. ما مش غانق أنيري ذي المحسنين ونرقى صدى رب العالمين ذي المحسنين يا ذا خانخ إن شاء الله تعالى رب العالمين. أيثما ذي اسماء قمة كينا خنزار المحاورة ودن عقبا السيور بتفصيل ذي القضية يا الإحسان. متوير اللي اختزرت راه كل اللي ما كيزران تيزرك ربي يخسر انك مره دي مسرايين يجي وسط السيد ربي ولوا الدار لاباس التعاون ولي وريلا لان المقام الاحسان يجي المقام يعرى قوه جبهم مره تكوضنت. واش الاحسان قيس علاقه ضربي وحدود ولا الاحسان التاثير ديالو المجتمع يا اثنين؟ اسمع متعنا في ذات الاحسان خميني نتساور الإحسان نستن بأنه غاص الطاس المعاني. زي المعاني يكشين العلماء النخي الإحسان أنه الإتقان. من يعني الإتقان؟ الإتقان هي تقدشان حجت ذقمشان نس نقارسي جيتني شان وهذا يصير الشا. ذي العبادات كذلك الإتقان أنه مثلا ذي الصلاة الإنسان يتزجى ولكن تزجى ثني وتجبو ثني منقاب هو يقعد مبر الخشوع يكار لا إنما القيام يكشسر حق الناس، الركوع يكشسر حق الناس، السجود يكشسر حق الناس، كل هيئة يكشسر حق الناس، الصوت روميتي يغرى القراءة نيخ التلاوة يغري حق الناس، أحكام الناس، القواعد الناس، مخارج الحروف السليمة، التنين التاف، الحمد لله قارئة الحمد لله نيشان وجب الحمد لله إلى غير ذلك. فثاني تقانس إتقان، الإتقان دي الصلاة أنه الصلاة نشتري الصلاة ممشي ومار الله ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مشي تحب رب العالمين التعبذ وتجبود غيا هذا يستشاذ هذا يسنقبذ. كذلك الصيام ونشي نقرخ في شهر رمضان الله تعالى الزين خي قبل ان شاء الله جميعا الانسان يزوم نيشان بمعنى الجوارح نسمارة في الطوين الزوم تقمو من سيزوم بمعنى في الطوين زومت وخصان تبوذي الحرام بمعنى قمو يزوم ويقابو الفحش ويقابو المنكر ويقابو الغيبة النميمة ويتقبوا الحج تعفانت كذلك يفسن زمان نظام زمان جميع الجوارح زمنت. هذا إتقان الصيام وين تديج المفهوم أيثما ذي السماء زي المفاهيم الإحسان يخفغ السور نهارا لكن غاس مفاهيم النغني غا الإحسان من ذلك البذل والعطاء أي الإنفاق تقد الإحسان قارس فرند المحسن معنى المحسن بمعنى يتقرخا بمعنى يتصدق بمعنى يتزكى بمعنى ربدق ثقمشان إذا جاء إرخاء. ذي المعنى زي المعاني النغني الإحسان أنه الإحسان مقابل الإساءة قارس الإحسان يعني تشوني يجيش نحاج تشنا المقابل الناس يش نحاج تعفانت نيخ وثحري. لكن ما يتعلق ذي الجانب الشرعي وذاني تسمح ما يستعدو غير الميساج أنه التصن يوذان خميني التارن العلماء قانش العلماء النوا والسنن بمعنى أساءوا بمعنى وجنبوا لم يحسنوا في الإفتاء أو في شيء من الأشياء. لكن ذاني تخص ذا خجن قضية مهمة أيها الكرام أنه العالم وزماذا سينشين جيجين قوات السند إلا مريتو غاس العلم كتازيس سويني أيثما بنادم إخصى هذه تحترم العلماء وذا سنيقاشا قوات السينم بل حتى قد السنم وذا سنتيقاشا ومنايا زي الأدب إن شاء الله تعالى. لكن الحقيقة الإحسان ذور الناس ذلوب بالناس يخفى نركز شوية ديال خرستين إن شاء الله تعالى هو من ديوسين ديال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رمي يسقسى سيدنا جبريل عن الإسلام وعن الإيمان يوضغ الإحسان الناس ما الإحسان الناس الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان يتجند الإحسان المعقول أورن الإحسان رجغ الإحسان ثيذة الإحسان هو غتعبد رب العالمين أخ مني غيث توارث قمر واث توارث شك نتقي توارش نهاري غنوض الدرجة يا غنعبد رب العالمين نستحضر المراقبة نسيل لقيت ورايا نخ نهارني تانيني ذي المحسنين الحقيقيين إن شاء الله تعالى. فقمة كينخ أنظر المشهد التمثيلي ثم نكمل ذي الموضوع إن شاء الله تعالى.
هي تكيت تصور غير نبدا يا فتي ما طلقنا صاحبي سمش كان كيا وعليا تي ما نكوك نغير عرفتي كني صور غير يدرز من عرفتي بدنا الله يعمر هذا راه ديال هو فعلا الله يعمر هذا وصاحبي حتى هو درس ياك صاحبي. ما التواغ اللي اختزربت 100 درهم بلا زيك التيفي ولكن هاد ورت قلتينا ما كدا يزران يسكت وحلت غير كي كاين خل بلاصه نص يغدي ربي تردلت سيد دار كرانيان دريت تصدق كان الغرض ايميل تدراك داش كاين دارك انت نيت تكفاكت مش كرهتي لي تغلب قدام الناس وزيدون يغاكل اللي ما كيزران تيزراك ربي راه تعباد ربي يختار كور تزريت عرفتي انت يزراك ريت تاني كله ما الا طوزان طيانير حتى تلا دارك هذا خاودي سامح ربي تبارك وتعالى اما ابليس يسكر ما يراغو فيا هو الطفل عقلك اما ابليس يسكر توريه فيا أيثما ذي السماء من نظرة ذي المشهدة ونتا ذي المثال خل الإحسان والإحسان ما مش لنا إخصاء نعبد الله سبحانه جل وعلا خميني ثنتوارا ما روا ثنتويرين انت سبحانه جل وعلا قيتوارا ينخ ما ركار شوماش تضيس شان حجت وذا ستاريذ وسقاشان تقواضي يزري نخواضي يزري حد لا يزريش مولانا سبحانه جل وعلا استحضار المراقبة يا الله سبحانه جل وعلا أنه قثكيك وهو معكم أينما كنتم ذاني تاغي تحقق الحقيقة الإحسان وأنك تذكر تقدر حساب الله سبحانه جل وعلا يتجنماني ما يعقب خاك من ما ثقيذ وتجبد تقدر حساب إلى المخلوقات ناخذ العباد ما زرين شنو واش زرين من تقيذ ما يصبح نواي حرية بمعنى المحسن داني تاغي تعزى غير ميزان يوذان يتذكر يوزن سجن الميزان لله سبحانه جل وعلا ثم من نظري الصباح أنه الأمة يثانيتا زي الأخلاق الناس أنها الطمس المعروف تنهى خير منكر والله سبحانه جل وعلا قال في القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فمن غانك ذني ويزون ديوض المرتبة الإحسان يطمس المعروف ينهى خير منكر يقاري يوذن بأنه غاك قمين تقد وجبوية من لأن الله سبحانه جل وعلا يتوارش من غانك للدرجة يعني قنخ مليح إن شاء الله تعالى نسقار قوب ذي ثورة الإحسان يتجن تورا نار رضا الله سبحانه جل وعلا ما يميغ لأن المقام الإحسان يجي المقام يعرى قوة جبون مرة تقوضنت خميني نسور خدين نسور على الأقل ثلاثان المراتب المرتبة مزواروت يتجن مرتبة الإسلام والمرتبة والسنين يتجن المرتبة الإيمان والمرتبة والثلاثة ثاني تاغي يتجن تعرى مرتبة الإحسان بمعنى قوز ما بو تريد محسن مروات تجد وذر مؤمن بمعنى قوز ما بو تريد وذر مؤمن مروات تجد وذا مسرم فثاني تادج المرتبة الطم قرانتي خصها غادي سنخدم مرة باش تنوض إن شاء الله تعالى مروان زمارا نوض نشير من غنق أيها الكرام أنق الإحسان نوي السنين في السوراجنا أي أتقذر خار يجي يثماش أتصدق رب العالمين يوشش قرا انفق يقل احسان سوا قرا اذا شي الله سبحانه وتعالى وعلا وهذا شي بوا قرا يوشش الصحف انفق شويه تزيد الصحف النش تقد شويه المجهود اتخدم هذا شان حجت ديت شان مصلحه الامه يوشش رب العالمين العلم انفق شويه العلم الني في سبيل الله تعالى لانه هذا العلم ليس الزكاه فذمانا ايضا خيصك وظن ان يريد المحسنين ولكن كوري الجن ذا بريد يضفى زق بريد الاحسان المحسن مقران هو الله سبحانه جل وعلا يكشي النعم كثيرة لا تعد ولا تحصى غير العباد الناس خدني نتسن بأنه مرك كان قال إحسان كان قال الصفة زي الصفة مولانا سبحانه جل وعلا يقول تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هذا هو المحسن العظيم ذواني هذا المحسن القراني زين كسي الإحسان سبحانه جل وعلا قرن في القرآن وما بكم من نعمة فمن الله مر النعم تواري الظاهرة وباطنة حتى مركز خزاد غادي الجسد نشحذ النعم يشوف ربي العالمين شط والضاد دير حساب
في الطاوين هيا نزعنا هيا قموم يفسنا ايضا هيا يرس يزيد السوارد مره منايا خدامت ما مشي خص الله سبحانه جل وعلا اذا شتي وشين. بل من احسان الله سبحانه جل وعلا انه ما استخدم الجوارح ذي الاعضاء ذي من يستغضب المولانا سبحانه جل وعلا واش يتعجلش العقاب ذي الحساب لانه يتحب باش يقارس الجلع بدينه قد تسجن وقت ان شاء الله هذه فاق زكيضس هذه يتوب وما ركاث توب ذي فرح الزيك مولانا سبحانه جل وعلا. وهذا واش الاحسان كتازي منايا وانت سبحانه وتعالى قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. كذلك في آية أخرى يتذكرنا الله سبحانه جل وعلا أنه نشمقغكم الإحسان ويوركني وقم الإحسان. يقال سبحانه وتعالى في سورة القصص وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فربي مرقك الإحسان رشكك الإحسان يقل عباد مولانا سبحانه جل وعلا باش تيريد إن شاء الله تعالى من المحسنين ومن السعداء في الدنيا والآخرة. أيث ما يسمى فما كاين ميكرو تروتوارا وهذا نعقب ان شاء الله تعالى والتح مشى ذي بجم. إحسان غمس الدين إيجات أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أتجد خالص لعبادة كسيدي ربي. الإحسان اللي جايت القيمة من قيم الإسلام يسكت ربي سبحانه وتعالى مش أن تعاون قراتنا. الإحسان يجي جانت معاملة ذاك وذان مليح يعني كيس نتقد الخير. أن تحسينا بدا يخفنك زوار تحسن تدور القربة العائلة انك عاد تحسن المجتمع. احسان تاج المعامله خصها تيري جراني ودان يعني تيري داكس ابتسامه صدق. الاحسان ايجات تعاملت بنادم صغير فولكين هاديس تعاملت زعما سورتاوي تغرض ناس هاديس خدمت ولا حدي كيخدم هاديس خدمت الاخلاص يعني ترطغشوت مرة خصنا يعني دي المحسنين قدجان خصنا نقمر دي مسرايين يجي وسط السيد ربي يجي وسط الرسول صلى الله عليه وسلم ولوا الدار لا باس التعاون ولي وري لا نسكريت اللحمه قراتنا مرة شن حد يحتاج شن مسرايثة من الصدقة يعني هما تجا شن حاجات خصها نبدا نطفق فوس نويا حماني رجل المجتمع يصبح زي السادات. أيث ما يسمى الله سبحانه جل وعلا رميذا خيوماس الإحسان يوم رانخ يجن أمر مطلق يقر الله سبحانه جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقم الإحسان قرب العالمين يتحب المحسنين يتقن الإحسان وذنيت الأمر ما منخ مطلق لأن الله تعالى يوم رانخ نلقى الإحسان ديال القول النخ ذي العمل النخ ذي الحركة النخ السكنة النخ مارة وتجبو تريد محسن يجي مشان مشان نغني غتبعد دخل الإحسان لا مثلا الزودة توظ المرتبة يغي وعران قيم ربدا المحسن ثم أحسن كما أحسن الله تعالى إليك. الله سبحانه جل وعلا قرنخ في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله سبحانه جل وعلا رميذا خيوماس الإحسان درخا ذي العادل لغير ذلك ذي المقابل ينهى ينخ المسائل الجن تعفانين يتناقضن إيق الإحسان أمشناو الفحشاء ذي المنكر ذي البغي. خميني السوار أيها الكرام خل الإحسان ما مشنا غاس التصن الصور مثلا الإحسان ذي العبادة ربما تغن نسيور خل قضية قبر الإحسان دي الأقوال الله سبحانه جل وعلا يوم رخ الزيس. الله سبحانه جل وعلا في سورة الإسراء قرخ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إني مسيل عبادينو نغيني غير العبادينو بشذينين ثني سبحان ثني سبحان دي يسكوش بمعنى تيني الكلمة الطيبة تيني ذي الخارة تقف دارس طيب تماصر معروفة هذا خير منكر هذا من يمار إن شاء الله تعالى يذف ذي القول الحسن. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث النغني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والنغي يؤمن بأنه قذن الله سبحانه جل وعلا يتوارث بأنه ذين الحساب والعقاب ذين جنها قانس يوم القيامة اليوم الآخر نارا قار أذين يرخار نخذ يسقار لأنه مارث النذر خار قد كسيد الحسنات مارك كارواث النذبور خار من غثيني أتيني الشرف اللهم أتسقاط أحسن. والعلماء رميدوا سنة السورة الحديثة من يعني الخار من يعني القول الخير ذانيتا إنش القول الخير ذانيتا هو ذكر الله وما والاه أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. غارت فغد ثلاثية تحسب ثقواذا تضيف ذي الشر والعياذ بالله تعالى. الأكثر من ذلك الله سبحانه جل وعلا حتى التحية
لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. مريك كاريس جم خومشين شان التحيات شان السلام أرم خاص جن التحية كني وحسن زيتني من يزي الإحسان ذي القول نيخ أرمتث أو ردوها. فالتصنيع مثلا قال السلام عليكم قاش سلام سجمير السلام. الأصل هذه التحية شيء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسموعة تسريداس تضرق يعني على الأقل شيء وعليكم السلام أتخكيار وتجيبوا أحسن ولكن ردوها. كذلك الله سبحانه جل وعلا زي النماذج إذا خيت تشدي القرآن الإحسان ذي القول ونيتا قوله سبحانه جل وعلا في الآية الكريمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جادلهم بالتي هي أحسن. وتجويق المؤمنين حتى أهل الكتاب حتى الكفار الإنسان ماش ما يقاسي ولا يكيس بالتي هي أحسن لأنه شكل السفير ذي الممثل الإسلام. من قال الله سبحانه جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إلا بالتي هي أحسن. ثم أوان الأقوال تسد الإحسان في العمل. والله سبحانه جل وعلا قال اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. قال أي واش الشفاء مني غتستند بأن رب العالمين يتوالى العمل نش فالعمل يتقد مش ميقا العمل الدنيا يعني الآخرة لابد ذيري العمل أذيري عمل صالح لأنه والإنسان ويسمع بذي يريد المؤمن أذي يرتقى خد درجة الإحسان نتاوى يتقبوا العمل الصالح. والله سبحانه جل وعلا يقارن خذي جن آية مباركة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينيقين خارج العمل الصالح ذي العبادية غاس نرجع ضام قرأ إن شاء الله تعالى. ثم وتقذن وحزن رذي الدنيا رذي الآخرة إن شاء الله تعالى. ثم أنختم الفقرية ثانية تسجن الحديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. سيدي رب العالمين يتحب شنق جنزين مريقشان العمل مش ميق العمل أثي يتقنيشان بمعنى أثي يحسنيشان أثي ذي الصفة ذي جن الصورة سطى الله سبحانه جل وعلا. ومن الإحسان إن شاء الله تعالى ذي الحلقة أنسحس الهموم ذي الأسئلة ذي سقسان نيث مثنخ أدغى من ذوري إن شاء الله يكون مكمر فقيم مكينخ. بزاف بلادهم دي تغالط دي تيني احسان غير الاحسان انت ضربي صافي يعني مثلا زود يان دي تدو اي زرق الجامع اي سكر زحام ولا يلقى يخفى الناس والو باشكر الاحسان تضربي. واش الاحسان قيس علاقه ضربي وحدود ولا الاحسان التاثير ديالو المجتمع ياطنين يدرس الاحسان سما منك اشكر تسمى قول بنادم قوت نتقيس كركاس قوت نتقيس النفاق اما شنو نسن يعني جاج الفرق جار المحسن المؤمن ماشانيش يعني سخفينو سينخشي بالضبط من هنا الفرقه هاكا ما راه خصها غتسمغ زعما غتسقسي العالم لا بزاف الميد اللي سكن الاحسان تصور الفيديو صور الفيسبوك راك سقسا استاذ ميدنان فعلا درس كان الاحسان درس كان الرياء يحيراب وفقان اديك محسن تان جراس دميد نغد نتان جراس ضربين غد غار نتان جراس دوغا يونس ما الخطوات نغد ما رايسكر. ايثما ذي اسماء نسراغ الاراء نيث مثنخ ما مش غيق ومسرم باش اذيري ذي المحسن نسراغ غير بعض يسقسان ديال المجال وانيتا. أيثما ذي اسماء بنادم يخصها أولا هذه استحضار المراقبة مولانا سبحانه جل وعلا لأنه ما روى استحضار ذي شكل جن العبد من عباد الله رب العالمين قيت وارش ويخصها واش يتويرشا خمي خفشينها إنما غاش يتوارى خمي خفشي وماروها سبحانه جل وعلا ما لا توضغ الدرجة يا ثانيتا يقصح توضغ الدرجة الإحسان. البدا تستشعار المراقبة مولانا سبحانه جل وعلا ما يمي لأن الله تعالى قال في القرآن وكان الله على كل شيء رقيبا على كل شيء رقيبا سبحانه جل وعلا. زي الأسماء الناس الحسنى الرقيب. وقال سبحانه جل وعلا ذكيجن الآية سنخرع شويت ما نفهمي قد نعرف ما مش غنقني محسنين يقال مولانا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعه ولا 5 إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا
ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. ثانيتا تمسرش ثم زوارو تغذ السند قصيدة رب العالمين وخسيف والو قيتوارش مر من تقاذ من تقذ والسناين التذكار الذين نغيج نهاق ناس يوم الحساب قتمثل اشي حسب رب العالمين وما رث قد شان حاجة توجبويا مني اشي عاقب الله سبحانه جل وعلا. ثم وسرث ايها الكرام من المخصة غادي السن بان العلم ذي العمل مرة ذي المسؤولية ذي الأمانة أخست وسقسيد مارت واريد وتنفع ذي شنو مشان والتحشان تزاحم ذي وذانة وشضار شوثة وشذوينات باش تنفذ غو مشاني وزماد بوغا تريد مسؤولة تريد منتخبة تريد برلماني غتريد رئيس جماعة غتريد وذن التحشا لأنها مسؤولية عظيمة ستسأل عنها في الدنيا قبل الآخرة. ثم المسألة ثنقارو تخص الإنسان ويخدم شو حسب باش يريد المحسن إنما غادي يجيج الفريق العملي كذا يخدم باش يدير العمل نيتك توارنت يوذان بانه فعلا يوذف ذي العمل الصالح وتجيبوش حاجه الناني وخاص يعاقب حد. والله تعالى يقرانخ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم من يقارن كيش الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. من غيك العبد انت يتعاونوا ماس رب العالمين قيتعاون العبد الني ايث ما يسمى سقسان ينسرى كذلك يجو مثلا خير نشمان ترفاق جاغر مؤمن دي المحسن. اولا المؤمن ذي الدرجه والسنين ذي التدين، اما المحسن ذي الدرجه يعني التنيت تنقارو التنيت مقرانت بمعنى شك زماذا تيريد ذي المؤمن ولكن يقصح خاك تيريد ذي المحسن ما مش زماذا تيريد ذي مسلم ذي المسلم ولكن يقصح خاك تيريد ذي المؤمن. سلم معناه يا ونيتا أنه مرة وني وضن درجة الإحسان من باب أولى تذر مؤمن دم مسلم ولكن وني عادي تجند المرتبة الإسلام عادي خصص هذه الطرقة غادي قاعد غير الإيمان زي الإيمان هذه الطرقة غير الدرجة النغني غادي قاعد غير الإحسان بمعنى سلم معناه ينقار بأن المحسنين الاثنين مار هذا المؤمنين دي مسلمين ولكن مسلمين عاد وجين شمار هذا المؤمنين ذي المحسنين ذوانيتا ذا الفرق ذي وزي الاسئله الافتراضيه غيثما يجوا ما يتسقسي قارخ ما مش غيكخ هذا يريخ ذي المحسن ذي التجارينو فالانسان يخص غادي ذي المحسن دي كلشي. الاحسان دي التجاره اولا يخص ما مشينا تستحضر المراقبه الله سبحانه جل وعلا ايش يجينا رزقني ذي التجاره ني والسنايين تقتنع عدس الحلال وتفكادشا اتعب حذغيا والثلاثه اطاور الزرغش لان رب العالمين ويقبرشا يغششن والتشاش دير ميزان لأن الله سبحانه جل وعلا من داخل قارد سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين من تقنينا المطففين يتشع دير ميزان ما ركع وزن النثني خيوذان يستوفون يخسر الميزان غادي يكمر النمرو ينقع ولكن ما لو زنني اثني غيوذان اتفذ التشع عند الميزان الانسان يخصو يتشعشع ذي التجاره الناس. السؤال نقارو زي الاسئله الافتراضيه والزيتي غنختم ان شاء الله تعالى يجو مثلا خي تسقسى انش من اولى الناس باحسانهم من يعني وذان يزهد جن الاحسانين كثار فعلا الاحسان ذي مراتب يمزور ذي الوالدين الانسان ان يحسن الى والديه والله سبحانه جل وعلا قرانخ وبالوالدين احسانا. ثم الابناء تقدر خاذي ثاره وتنش لانه كما تدين تدان ما روات كذبوا خاذي ثاونش وسقاش هذه المستقبل ويا فغنا يقين العقوق فغنا يكمن فغنا يستشارن الشاثنايه تعدى القافيه الى غير ذلك ويقين شغثياف ويزون شغث يمجا فالانسان هذه يقين خاذي ثاره وتنزل الابناء اخص نتوسق سيدي يوم القيامه كذا يسن الخابش خبي غادي مغادر كذا يقين خان ان شاء الله. ثم الزوجه والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير خيركم لاهله وانا خيركم لاهله تقدر خاذي مغاثنش لانه نوا يقين خاذي مغاثنس ونتواجب زكي مسلم ورز النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم التسند الاقارب وبذي القربى ثم التسند الجيران وان الاقارب ثم التسند الفئات حوج الاحسان بمعنى الخير اليتامى الفقراء المساكين الارامل ابن السبيل السن الاصنافيين. واختمخ ايها الاحباب بانه الدين النخ يمارس الاحسان دي كل شيء
نسأل الله سبحانه جل وعلا أن يجعلنا من المحسنين جميعا، أن يبارك فينا وفيكم، كنا يحفظ الله سبحانه جل وعلا كنا الطارة وتنوم. السلام عليكم ورحمة الله.